السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للأهلي، مبروك، مليون مبروك، مليار مبروك. الأهلي بطل كاس مصر لكرة اليد للرجال بعد ما كسبنا كاس مصر للكرة الطائرة للرجال. ما شاء الله. هزمنا الزمالك بجدارة 21-18 في أروع نهاية لأي مباراة كرة يد. عرفتوا دلوقتي ليه بيكرهوا محمود الخطيب؟ عرفتوا ليه بيحقدوا على النادي الأهلي؟ احنا بتوع النهايات. الشوط الثاني مباراة الأهلي والزمالك كرة يد كلها تعادل، 11-11 12-12 13-13 و14-14 15-15 لغاية ما وصلنا 18-18. تبص في الساعة فاضل 6 دقايق. الماتش معقرب. لا مش معقرب يا حبيبي. ال6 دقايق دول الزمالك ما شمش فيها المرمى. عبد الرحمن حميد وقف لهم قفل الجول، واحنا جبنا 3 جوال ورا بعض. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احمد عادل جول، وعبد الرحمن فيصل من خط التسعة قنبلة، واختمها يا كاستيلو بالجول 21. على فكرة الجول ال19 اللي سجله احمد عادل كان بعد ضربة مقصودة 100% ضد احمد خيري، ضربة تستاهل طرد مباشر مش دقيقتين، واتحسبت بس فاول. ولا طرد مباشر ولا دقيقتين، والحمد لله ان فرقتنا كانت في اعلى مستوى في الوقت الاخير من المباراة. الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر وبطل افريقيا وبطل سوبر افريقيا. كرة اليد ناقصها ايه؟ ده غير ان احنا كاسبين كل البطولات كرة اليد للسيدات، علشان فيه هالفوت يطلع يقول لك الزمالك ملوك الصالات في اليد. ياه، ده احنا كاسبين 8 من 8، 8 بطولات من 8. الله اكبر الله اكبر. كل ولادنا رجالة، كل ولادنا ابطال، عملوا ما شاء الله احلى نهاية للموسم، احلى نهاية. دلوقتي الاهلي يبتدي يستعد بقى لبطولة اندية افريقيا اللي هو منظمها ان شاء الله الشهر الجاي في ملعبه. نستعد بقى لكاس السوبر الافريقي مع الترجي والزمالك، نستعد لبطولة افريقيا برضو فيها الترجي والزمالك ان شاء الله مع مدربنا الدنماركي ماديسون. الفرقة ما شاء الله فايقة، وبقى عندنا بدل اللاعب 2 و3، وبقى عندنا احسن ما شاء الله خط الاحتياطي. فرقتنا جبارة. الله أكبر. ادعوا معايا تكمل بكرة. الرسالة اللي جاية لنا من جنوب إفريقيا من تدريب الأهلي الأخير النهاردة إن في تركيز رهيب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني على 3 حاجات. يا رب نشوف ال3 حاجات دول بكرة بكثافة. والله لو شفناهم هنشوف أهلي جديد ونشوف أهلي جميل. كولر ركز ما فيش بالونات، ممنوع الكرات العالية اللي من داري ومن رامي ومن كوكا ومن هاني ومن الشناوي ومن مروان. لا، انسى الكلام ده. 99% من الكرات البالونات العالية يا بياخدها المدافعين والحارس يا بتروح بعيد وما بنطولهاش. ممنوع البالونات. كولر مركز ان كل لاعيبه وسط الملعب والهجوم حتى محمد هاني اتمرنوا النهارده على التسديد من الكرات المتحركه بدون تحضير، بدون توقيف. كرة وهي جايه من مسافه 25 30 40 ياردة شوط 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 وبدون تحضير. تالت حاجه ركز عليها كولر: ممنوع الترقيص، ممنوع المشي بالكوره، ممنوع التمريرات الضيقه الغلط. العبوا كرة بسيطة، العبوا كرة جماعية، العبوا كرة حلوة. محدش يقدر يوقفنا في القارة كلها لو قدمنا الكرة البسيطة الحلوة الجماعية بتاعتنا. النهاردة في الفندق
أول محاضرة طويلة طويلة من كولر للاعبين. ياه، كولر فاق، أخيرا فاق. محاضرة طويلة من كولر للفريق واللاعبين، أول مرة نشوفها من فترة طويلة. سلامات يا كولر. سويسري اتكلم في المحاضرة اللي زادت عن ساعة مع كل لاعب على دوره الدفاعي ودوره الهجومي ودوره الفردي ودوره الجماعي. اتكلم باستفاضة. كنت فين يا راجل من زمان؟ كولر مركز قوي في ماتش سان داونز بكرة، ماتش الساعة 3 بكرة في بريتوريا 3 ظهرا. حكم صومالي، ان شاء الله ربنا يوفقه. الاهلي بفانيلاته الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر. الشناوي هيلبس الطقم الازرق. فريق سان داونز بالفانيلا الصفراء والشورت الازرق. تشكيل الاقرب 8 لاعبين ضامنين مراكزهم و3 مراكز عليها خلاف. محمد الشناوي هو حارس المرمى، محمد هاني الباك اليمين، رامي ربيعة واشرف داري قلبي الدفاع. خط الوسط مضمون، هو ما فيش تغيير، مروان عطية واكرم توفيق وامام عاشور، واشرف بن شرقي في الجناح الشمال. دول ضامنين مراكزهم ال8 دول. مين باك شمال؟ احمد نبيل كوكا اقرب من مصطفى العش للباك الشمال. مين في الجناح اليمين؟ طاهر محمد طاهر اقرب من حسين الشحات في الجناح اليمين. مين راس حربة؟ السلوفيني نيش جراديشار اقرب من الفلسطيني وسام ابو علي في خط الهجوم. كولر في المحاضرة النهاردة عرض على اللاعبين مشاهد متنوعة لفريق سان داونز، وخصوصا الأهداف اللي سجلها والهجمات الخطيرة اللي بيعملها، وكشف لهم 3 نقط هجومية مميزة جدا عند سان داونز. أولها التسديد، بيسددوا من بعيد على طول. عندهم كمان اللاعب ألندي بشاطر قوي في التسديد، 25-35 ياردة بيسددوا. كولر قال لازم نعمل ستارة امام منطقة الجزاء، محدش يستلم الكرة ويشوط لوحده ابدا ابدا ابدا، لازم دايما في لاعب قريب منه. ممنوع التسديد من بعيد، ولازم حارس المرمى يكون مركز في اي كرة تصل للاعب جنوب افريقيا بره ال18. تاني حاجة عندهم حاجة مميزة جدا، بيلعبوا كرات عالية ساقطة، يعني مش بالونات، لا، كرة عالية من مسافة مثلا 30-40 ياردة تنزل ورا اخر مدافع داخل منطقة الجزاء، شيب كده. وبيعملوها على الجنبين، مش بيعملوها في وسط منطقة الجزاء، لا، لان لما بيعملوها في وسط منطقة الجزاء ممكن الجول يطلع، ممكن الشناوي يسبق اللاعب بتاعهم، فهم بيعملوها على الجنبين عشان تبقى بعيدة عن الشناوي. تتلعب ورا الباكين، ورا الباك اليمين والباك الشمال، واللاعب بتاع جنوب افريقيا بتاع سان داونز بيجي في الحتة دي ويقوم عاملها بالعرض. شلوليلي بيسبق وبيكون هو حالة انفراد، وجابوا 3 جوال منها في البطولة الحالية. لازم نحرص قوي 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 من الكرات دي. ثالث حاجة عندهم الوينج اليمين، وينج يمين شاطر، وينج يمين سريع وبيعمل عرضيات خطيرة خطيرة خطيرة. هما مش زواني مش موجود معاهم، زواني مصاب، نفس حالة كده علي معلول، أصيب ورجع واتمرن وتأيد، لكن لسه ما بقاش فت 100%. كان عنواننا امبارح، فاكرين؟ الأهلي يفرم القاضي والخضري، والمفرمة اشتغلت. وأول حاجة نزلت من المفرمة النهاردة كان مصطفى القاضي، بس لسه الموضوع ما خلصش. النهاردة مصطفى القاضي اتطرد من وظيفته. نادي جرين هيلز في الشروق طرده بعد قرار مجلس إدارة. دي أول ضربة، إنما القرص ولا حاجة، الضرب ولا حاجة. احنا في انتظار الفرم الحقيقي. القضاء هيعلم مصطفى القاضي الأدب، ده غير الإهانات اللي شافها هو وأسرته من امبارح، بعد ما الدنيا كلها عرفت إن هو متحرش، وإن هو متصابي، وإن هو هلاس، وإن هو عرة الرجالة. القاضي هيتفرم، بمعنى هيتفرم عشان يكون عبرة لأي حيوان يتطاول على النادي الأهلي وعلى أساطير النادي الأهلي وعلى أموال النادي الأهلي. نادي جرين هيلز الشروق أصدر النهاردة بيان مهم جدا جدا جدا، أكد أنه طرد مديره لإساءاته لمحمود الخطيب، أحد أساطير ورموز الرياضة المصرية، وإن هو بهذا الموضوع
تسبب في إيذاء مشاعر كل إنسان مصري محترم، وإن ما عادش ليه أي علاقة بالنادي، ولن يسمح ليه بعد كده بدخول النادي خوفا وحرصا على بنات الأعضاء من معاكساته ومن تحرشاته. ولسه ده أول واحد، والمفرمة شغالة، والمفرمة هتفرم كل واحد تطاول على النادي الأهلي. إنما أروح لوزارة الرياضة، مرتع فساد جواك يا مصر. لما يكون وزير الرياضة بيشتغل شغل عيال، يبقى كل تصرفاته تصرفات عيال، وكل زمايله عيال أصغر منه. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي زعلان. إزاي الأهلي يطلب علنا من الوزارة تبعت له تعديلات قانون الرياضة؟ هو فاكر نفسه إيه الأهلي؟ وبعدين كمان الأهلي يطلب تعديلات من رئيس الوزراء نفسه. الوزير العيل الصغير زعلان، وبخيبته وخيبة اللي مشغلينه قرر يعاقب النادي الأهلي. النهاردة بعت لجان تفتيش وطلب من مدير النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي انه يبعت للوزارة في أسرع وقت كل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وعدد كبير من الملفات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والشؤون الرياضية. ملفات ايه يا حتة عيل صغير؟ ده الأهلي اجتماعاته من سنة 1907 موجودة في دراج الوزارة. النادي الوحيد في تاريخ مصر من يوم ما تأسست الأندية في مصر اللي كل اجتماعاته من يوم ما تأسس تحت أمركم وموجودة. انت من شهر ونص بس يا أبحي، سامع يا أبحي؟ انت من شهر ونص بس كنت قاعد جنب الخطيب في الأقصر زي التلميذ الخايب اللي راح يتعلم في حفلة النادي الأهلي في الأقصر، حفلة استاد الأهلي الجديد. كنت قاعد مزبهل من التنظيم العظيم، من الإدارة والجدارة، من الإبداع والإمتاع. جاي دلوقتي تفتش؟ تعالى يا أبحي فتشني، فتش يلا يا أبحي، تعالى فرجني نفسك يا أبحي على اللي هيحصل لك. اديك شفت مصطفى القاضي حصل فيه ايه؟ الدور جاي، وطرد أشرف صبحي قرب وافتكروا، طرد أشرف صبحي قرب وافتكروا. اهو اتطرد مصطفى القاضي، وبكرة المفرمة تفرم الباقيين. آخر 4 أيام كشفت لنا قد إيه إن وزارة الرياضة تحولت إلى مرتع للجهلة والفشلة والفسدة. عيل اسمه محمد الشاذلي لا راح ولا جه، ولا يعرف يلبس شورت، طالع يتطاول على الخطيب يقول هو عايز يقعد 40 سنة. على فكرة الكلمة دي بس تعرضوا للقضاء، بس هنقاضي مين ولا مين ولا مين؟ ده انت لو اشتغلت على القضاء عايز تاخد كشف بأسماء العاملين في وزارة الرياضة. وعيل تاني اسمه مصطفى عز العرب حولوه النهارده للتحقيق بالمناسبة بعد ما مصر كلها علقته. اهو امبارح كانت تعليقة مصطفى القاضي، النهارده كانت تعليقة مصطفى عز العرب. يا ترى مصطفى مين اللي عليه الدور بعد كده؟ مصطفى عز العرب تطاول على أستاذ الفضاء العالمي عصام حجي، أكبر عالم فضاء مصري والحمد لله. تطاول عليه، تخيل بتتطاول عليه ليه؟ هو قرب منك؟ هو مسك؟ هو اتكلم في الرياضة؟ بس ازاي ما يعملش منافق؟ ازاي ما يعملش؟ فتحول النهاردة للتحقيق، بكرة يشوفوا كمان هيحصل في ايه. في 4 أيام شفنا محمد الشاذلي ومصطفى عز العرب ومصطفى القاضي وأشرف صبحي. يا خبر أبيض! طب مين بقى اللي هيحيل الشاذلي للتحقيق، ولا مين اللي هيحيل أبحي نفسه للتحقيق؟ ادي احنا في الانتظار وهنشوف. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش. النهاردة وللمرة 20 أو للسنة 20 على التوالي اتحاد كرة القدم أصدر بيان أتفه من هاني أبو ريدة وأتفه من التفاهة. اتحاد الكرة طلع بيان نفس اللي طلعه السنة اللي فاتت ونفس اللي طلعه في يناير اللي فات، بيحذر الأندية اللي عليها ديون إذا ما دفعتش ديونها لا هتأيد لاعبين ولا هتاخد رخصة اللعب. لازم يسددوا ديونهم علشان يأيدوا لاعبين وياخدوا رخصة اللعب.
طب ما في ال20 سنة اللي فاتوا الزمالك كان مديون، في اخر 20 سنة الزمالك مديون، ده مديون ليكم انتم، ده انتم ما تروحوش لحتة بره. انت يا اتحاد الكورة ما تستناش تعرف ديون الزمالك اللي من بره، لا، ده ديون الزمالك عندك انت، ده انت عايز منه 138 مليون جنيه النهارده، ولا هيعمل لك بيها وصولات وما يدفعهاش زي كل سنه. كل سنه يقوم جاي رايح واحد منهم عامل جدوله يقول لك هندفع كل شهر 10 مليون جنيه، وتمر ال 11 شهر ولا يدفع، ويبقوا السنه اللي بعديها ونفس القصه. وهاني ابو ريده زي ما انتم كلكم عارفين نموذج للفساد من ايام الغردقه، حياته قايمه على الفساد، فعلشان كده محدش يستنى من واحد فاسد عمل صالح ابدا ابدا ابدا. ديون الزمالك النهارده معديه 3 مليار جنيه، ده لو الزمالك باع اللعيبه بتوعه كلهم في كل الالعاب، كل الالعاب باعهم، وباع الاداريين وباع المدربين وباع النادي وباع معاهم ميدو حازم امام، ولا يجيب ال3 مليار. انما تقول ايه؟ خلاص هي المساله ماشيه دلوقتي من فساد لفساد. بالمناسبه الزمالك طالب من السفاره الامريكيه في القاهره مستند عن السبب الذي تقدم به اللاعب أحمد سيد زيزو المواطن المصري للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة في الصيف المقبل. عايزين يعرفوا من السفارة الأمريكية بمستند رسمي سبب منح التأشيرة لزيزو. عايز أقول للباليبو واللي معاه إن لو مدبولي نفسه رئيس الوزراء المصري طلب من السفارة الأمريكية هذا المستند، السفارة الأمريكية هترد عليه بحرفين، الN والO، نو، مالكش حاجة، روح دور بره عندي. هنا السفارة الأمريكية مستنداتها كلها سرية، لا انت ولا غيرك تقدر تطول حاجة من المستندات دي. بالمناسبة في تحقيق كمان معمول في لجنة الحكام مع الحكم الهلفوت أحمد ناجي اللي تعرض للسباب البشع من نبيل دونجا بعد مباراة الزمالك الأخيرة مع سموحة في كاس الرابطة، وواقعة تطاول وسباب اللاعب نبيل دونجا على الحكم أحمد ناجي مسجلة صوت وصورة، واتنشرت في كل مواقع الإنترنت، وأصبحت وثيقة دامغة ضد أحمد ناجي وضد نبيل دونجا. هنشوف لولا على فكرة اللاعب مصطفى الزناري لاعب الزمالك اللي أبعد نبيل دونجا كان ممكن يتطاول كمان بالإيد على أحمد ناجي، لكن مصطفى الزناري أنقذه من جريمة كبيرة كبيرة كبيرة. الزمالك بالمناسبة بعد ما غرر باللاعبة الأهلي مريم مصطفى وخلاها تتطاول على النادي الأهلي، وخلاها تفسخ عقدها مع النادي الأهلي، وخلاها تزور عقدها مع النادي الأهلي، وخلاها تتعرض لغرامة بشعة من القضاء، النهاردة الزمالك رماها، أصبحت بلا نادي. عشان تروح أي نادي تاني لابد تدفع الغرامة اللي مطلوبة عليها للنادي الأهلي قبل ما تروح لنادي تاني. طبعا هي مش هتدفع الغرامة لأن الغرامة تقيلة عليها، الفلوس اللي خدتها من نادي الزمالك ما تجيش نص الغرامة اللي هتدفعها للنادي الأهلي. هي هتقرر الاعتزال، وهي أساسا كده كده ملهاش فيها، وبالتالي بعد ما تقرر الاعتزال الأهلي يبتدي يلحقها بقى في القضاء المدني، لأن دلوقتي مش مفروض الأهلي يلحقها في القضاء المدني طول ما هي لاعبة كرة طائرة. أول ما تعلن اعتزالها وما يبقاش ليها في الكرة الطائرة النادي الأهلي هيلاحقها في القضاء وفي ساحات المحاكم، وياخد فلوسه كاملة على داير مليم، وهي وأمها يقعدوا يدوروا على الفلوس دي. وطاب مساء.